مرموش رايح توتنهام، سيمينيو رايح السيتي، وأخيرا تير شتيجن هيسيب برشلونة. دي أبرز انتقالات اللاعيبة المحتملة في شهر يناير وفي سوق الانتقالات الشتوي. تعالوا أقول لكم. عمر مرموش، اللاعب اللي كان مكسر الدنيا في الدوري الألماني، وفجأة لقي نفسه الموسم ده احتياطي وبينزل دقايق معدودة آخر كل ماتش. أندية كتير مهتمة بمرموش، منها توتنهام اللي محتاجينه سواء بيع أو إعارة، وكمان روما في إيطاليا وميلان، وكمان في كلام إن ليفربول محتاجه خصوصا بعد إصابة إيزاك. تفتكر إيه الأفضل لمرموش في يناير؟ أنا عن نفسي أتمنى أشوفه في توتنهام. اللاعب التاني وهو سيمينيو، اللاعب المتألق الموسم ده في الدوري الإنجليزي بشكل كبير جدا. أندية كتير بتتصارع عليه، منهم ليفربول، مانشستر يونايتد، وأكيد تشيلسي، لكن الأقرب حتى الآن للاعب وهو مانشستر سيتي، اللي بنسبة كبيرة خلص في اللاعب وهيكون متواجد في صفوفه في يناير الجاي. تير شتيجن، الحارس الألماني اللي فقد مركزه في برشلونة، أندية كتير عايزة اللاعب، منهم جيرونا في أسبانيا، وأستون فيلا في إنجلترا اللي في احتياج شديد جدا ليه بسبب إن مارتينيز هيخضع لعملية في ظهره ومأجل العملية عشان كأس العالم. فيا ترى هنشوف شتيكن بيخرج من برشلونة ولا هيفضل ماسك ومثبت في النادي؟ مارك جيهي، المدافع اللي كل أوروبا عايزاه، ريال مدريد، برشلونة، بايرن، ليفربول. فيا ترى مارك جيهي هيكون فين في يناير؟ وأكيد هيكون مكسب لأي فريق. ديساسي، مدافع تشيلسي اللي ما بقاش ليه مكان في النادي وبقى مطرود من النادي، والمفاجأة إن اللاعب في اهتمامات برشلونة وكمان في أندية زي موناكو اللي هي أصلا بعته لتشيلسي، وفي الصورة مارسيليا، لكن الأقرب للاعب إنه يرجع تاني لفرنسا. كوبي ماينو، اللاعب المكروه من أموريم وما بقاش يلعب أساسي، أندية كتير مهتمة باللاعب منها ريال مدريد وبرشلونة، لكن الأقرب هو نابولي في إيطاليا. لكن بعد إصابة برونو ففي احتمال كبير جدا إن كوبي ماينو يفضل في مانشستر. قول لي رأيك، هل فعلا كوبي ماينو يستاهل إن برشلونة وريال مدريد يهتموا بيه؟ وتفتكر هيروح فين في يناير ولا هيكمل في مانشستر؟ جابريال خيسوس، المهاجم اللي عدد إصاباته أكتر من عدد ماتشاته، في كلام إن الميلان محتاج اللاعب في ظل وجود خط هجوم للميلان السنة دي ضعيف جدا جدا جدا، وإنه هيكون إضافة للميلان طبعا. لكن هل هتتم الصفقة وأرسنال هيتنازل عن اللاعب، خصوصا إن أرسنال السنة دي بينافس على لقب الدوري بشكل قوي جدا وفي احتياج لكل لاعب؟ فهنشوف إيه اللي هيتم، اللاعب هيمشي ولا هيفضل مكمل. فلاهوفيتش، من لاعب متألق في فيورنتينا للاعب فاشل في يوفي، أندية كتير مهتمة باللاعب منها البيج ميلان وليفربول اللي طبعا محتاجين مهاجم بعد إصابة إيزاك. فهنشوف يا ترى هيروح فين في يناير.